إذا مشاهدينا الكرام احنا تابعنا التقرير، وللأسف الكثير من الفتيات ينظرن إلى الزوج الوسيم عبارة عن أو تواجد الزوج الوسيم عبارة عن نعمة، لكن بالتأكيد لها الكثير من السلبيات التي سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عازب، وهو أخصائي نفسي. يسعد مساك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. حياك الله. مساك أستاذ خالد، يا مرحبا. أهلا وسهلا بك. متى ممكن نقول على وسامة الرجل بالنسبة للزوجة نقمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة وشكرا على اختيار الموضوع المهم جدا اللي أصبح يعني خامل ونائم في عقول الفتيات. فأصبح بفضل الله ثم بفضل الحلقة هذه تفكير منطوق، يعني استخراج ما بداخل الفتاة، خصوصا الفتاة ما قبل الزواج، لدى مخيلتها، وهذا من أبسط حقوقها، أن يكون زوجها وسيم، أن يكون أنيق، أن يكون ذا جاذبية يملى عينها زي ما يقولوا يعني فبالتالي يكون هذا الاختيار نقمة عليها إذا كان تجاوز توقعاتها، تجاوز تفكيرها حدود المعقول، حدود المنطق، أن يكون فارس أحلامها كما يتصور لها في التلفزيونات، يعني أن يكون شبيه للممثل الفلاني أو الفنان الفلاني أو اللاعب الفلاني. فبالتالي بعد الزواج وبعد اختيار الزوج بفروض اجتماعية مثلا أو فروض حياتية، تقدم لها زوج غير اللي كانت تتصوره وكانت تنتظر، تصطدم بواقع غير اللي كانت تصطدم فيه تنتظره. هنا دور الأسرة في التوعية ما قبل الزواج، اللي هي تحد من هذا التفكير. لا مانع انها تشوف وتنظر وتتمنى وتحلم وتنتظر، لكن الا يتجاوز يعني تفكير حدود مرتبط تمني الفتاة بالزوج الوسيم بأعمار صغيرة؟ بأعمار صغيرة في مخيلات مرحلية من العمر، هي سن المراهقة غالبا وعادة، ولا يمنع حتى ما بعد المراهقة. ولكن في دراسة إحصائية أخيرة إنه التركيز في الجانب هذا على الفتيات المراهقات اللي بتتابع التلفزيون وتتابع الشاشة وتتابع المشاهير. طبعا المشاهير لهم جاذبية إعلامية ولهم ستايل خاص، فتتمنى أن زوجها يكون كوبي من هذاك النموذج. طيب نقول أن الزوجة أو الفتاة تزوجت من رجل وسيم، صار الموضوع تزوجت واحد وسيم وأكثر منها جمال، يفوقها بالجمال، فين المشكلة تكون؟ المشكلة في تفكيرها، المشكلة في تقبلها، ليس في المشكلة في الرجل، المشكلة في تقبلها للوضع، تقبلها وتعايشها مع هذه الحالة. تقبلها من ناحية إيه؟ من ناحية مشاعرها، ومن ناحية تعايشها مع هذا الشخص في حياته العامة. تسمع مثلا يقول زوجها وسيم، زوجها أحلى منها، يحصل لديها قلق دائم، يصرف عنها اهتمامها على الزوج، اهتمامها بزوجها، اهتمامها ببيتها ينصرف، بدل ما تكون مهتمة في زوجها تصبح مشغولة به، مشغولة به، يعني مشغولة انه احد بياخذ منها. طب ليه ما نقول ليش احنا كمان لا نرمي اللوم على الست؟ كمان ممكن يكون الزوج هو اللي بيفتعل الامور اللي يخليها تغار اكثر، وبيحاول انه هو يبرز وسامته اكثر واكثر، خصوصا لما يكون في تجمعات فيها سيدات. ممكن يكون لها خصيصا يبرز وسامته يجذبها، بس هي لا، بتفتكر بصفتها عاطفية، المرأة كونها عاطفية أكثر بينصرف تفكيرها على أنه مش لها هذا اللبس أو الجمال أو الاهتمام بالصحة أو الاعتناء بالبشرة بشخصيته بروائحه. بتقول لا، لما بيتزين وبيلبس تقول له لا، أنت مو لي، أنت رايح تلبس لغيري. هنا التفكير السلبي، هنا تحيي فيه الفطرة الرجولية اللي هي حب النساء أو حب إذا هي فطرة موجودة لدى أي رجل. هي فطرة أحيانا تكون في رجل، تكون خاملة ونائمة، خاملة ونائمة بالمثيرات. يقول ابن القيم يقول ابن القيم في إحدى المقولات بأن اللهم صل على محمد، بأن تثار لدى الرجل بالغضب اللهم صل على محمد، راحت عن بالي بما معناه انه احيانا يكون الغضب خامل نائم، فتجي المرأة بحسن القصد، يعني بحسن النية، انها تثير هذا الرجل وتحرص انه يكون لها لوحدها. فبالتالي يتحول هذا الغضب الى جانب اخر، يكون له انفعال اخر، يفرغ انفعالاته الاخرى من غضب هذه المرأة وردة فعله من هذه المرأة الى الشذوذ، الى الانحراف، الى الخيانة. لأن هذه المرأة ما هي قادرة تفهم إنه هذا الرجل جالس يتزين لها يعني هو ممكن بسبب سلوك المرأة يندفع ويذهب إلى طريق الخيانة؟ أحيانا كردة فعل. معلش أستاذ محمد، الرجل أغلب الرجال يخون، سواء وسيم أو وليس كل الرجال إطلاقا غير وسيم، وليس كل الرجال تخون. ليس كل الرجال، احنا بنقول
نسبة كبيرة الأغلب. يعني طيب الوسامة ممكن تقلل من الثقة؟ ممكن تقلل ثقة المرأة بزوجها؟ ليس غالبا، ليس غالبا. هذا أنا زي ما ذكرت أول شيء إنه يعود على مشاعرها، تقبلها هذا وذكائها الاجتماعي مع زوجها في تعاطيها مع هذا الرجل الوسيم، باحتوائه والتعايش معه. يعني حتى لا يخرج تفكيرها خارج البيت إنه هذا الرجل ممكن يرتبط، ممكن يثير إعجابه الفتيات. أنا أركز على نقطة اهتمامها بزوجها وعدم الانشغال به، تفتيش جواله، متابعته مع مين راح، اتصالاته، يعني تقدم سوء الظن على الرجل. صح أستاذ محمد إنه المرأة تشعر زوجها بأنه وسيم إذا كان وسيم؟ تشعره بالاهتمام، تشعره بالتغزل. أحيانا بعض النساء، طبعا بعض الزوجات تتغزل في زوجها، تكون هي يعني من الشخصيات المتحدثة أكثر من زوجها، يكون نمط شخصية زوجها مثلا نمط شخصيته هادئ خجول، وتكون هي المبادرة دائما بالمدح بالثناء بالوصف، عكس ما كان هو الفطري. ما هو الفطري إن الرجل هو اللي يمدح، فتزوجت برجل أعطى الله من الجمال، فهذا الجانب في الرجل اكتسي الخجل والحياء، يعني تقوم هي تبادر بالوصف بالثناء، وتخشى احيانا بعض الزوجات انها ما تبادر في الثناء والمدح من الغرور، انه يكون هذا الزوج يتحول الى رجل مغرور عليه. وهذا ما طرحته في صفحتي على الفيسبوك في استفتاء بسيط، ركزت اغلب النساء على ان الرجل ممكن يتحول الى شخصيه مغروره ونرجسيه، ان هذا الشخص بسبب المدح، فتتوقف عن المدح ويتحول هذا الاهتمام والاعجاب بزوجها الى انشغال. انت فين رايح، انت فين جاي، انت مع مين، انت فين كنت، انت كلمت مين، تمشي معاه في السوق تشعر بقلق دائم. طيب استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم على بعض السلبيات. احنا جبنا كلها تكينا شويه على الست هي السبب وهي، طب خلينا نشوف الرجال او الرجل الوسيم. هذا الرجل الوسيم في سلبيات ايضا، الكثير منهم في سلبيات. هناك زي ما تفضلت وذكرت من يتهم بالغرور، طيب بالضبط، هناك من يتهم بالسطحيه، أن الرجل اللي يهتم بوسامته وسيم، ودائما من حوله يشعروه أنه هو وسيم، يتهم بالسطحية. السطحية والتحفظ أحيانا، والتحفظ وعدم إظهار المشاعر، أنه يستكثر على زوجته أحيانا، يشوف نفسه عليها أحيانا أنه أنا أحلى. تفكير خامل ونائم في داخل عقل هذا الرجل، أنه أنا متفضل عليك وأنا أخذتك، أنا أحلى منك، تفضل عليك وانت احمدي ربك انه انا مره جتني على العياده احدى الزوجات تشتكي من وسامه زوجها. قلت لها انت كيف كان تفكيرك قبل الزواج؟ قالت كنت اتمنى انه يكون زواج من رجل وسيم، جاءني رجل اوسم مما كنت انتظر، ماني قادره اتعامل مع هذا الرجل، اتعب معاه في المشي في السوق، اتعب معاه حتى لما يجيبوا سيرته اهلي او فين راح فين جاء، لا بصير اتحسس من الوقف. اعطيتها بعض التدريبات كيف تتعاطى وكيف ينصرف ذهنها في تحول الى ايجابي، والاعتناء بهذا الرجل والقرب منه، وعدم اثاره هذه النقطه مع الرجل انه انا اغار من جمالك، انا اغار من وسامتك. حتى اثناء الجلوس مع اهلها مع زميلاتها مع قريباتها يجيبوا سيرته، هو شخصيه اجتماعيه معروفه، فبيجيبوا سيرته عن نجاحاته وعن اعماله، وهي تتحسس انه هذا الموقف او الموضع اللي بيتكلموا فيه بيتكلموا عن جماله. هذا التفكير وهذا الشعور وهذه المشاعر عاقتها عن التواصل واكتساب هذه الميزة في هذا الرجل، وعاقتها واصبحت تعيش في دائرة الشك ودائرة الحيرة ودائرة الظنون بأن هذا الرجل ممكن أن يسرق منها في أي لحظة. وهذا شيء جدا سلبي. والله معليش أستاذ محمد، أنا برأيي الشخصي المتواضع أن الرجل يزيد وسامة حينما يتعامل مع زوجته بإنسانية وبمحبة وباحترام فعلا. حتى لو كان أجمل رجل بالعالم ويتعامل بالعكس، أعتقد أنه حتشوفه أبشع رجل في العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو على فراش الموت، اللهم صل وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. نعم. الآن كان محورنا حول شخصية الرجل الجمالية كخلق. نعم. ولكن الجانب الأسمى والأهم هذا أن يكون جماله كخلق. يعطيك العافية أستاذ محمد، وشكرا على هذه المعلومات، وشكرا لتواجدك بسيدتي. شكرا لك.